لسه بتحبه واللي بتعمله مع مراته ما يخطرش على البال، وبتقابلها كل اسبوع لسبب غريب، ورد فعلها لما بتشوف ولادها بيحبوا بناته مفاجأة، وملهاش في شغل الضراير. وعلياء بسيوني ما بتغيرش منها ومش حطاها في دماغها ومركزة مع جوزها وبناتها. الكلام هنا عن علاقة لبنى بيومي مرات أحمد سعد الأولى بمراته الحالية علياء بسيوني. يا ترى إيه كواليس علاقتهم ببعض؟ هل مرات أحمد الأولى بتغير منها؟ كل ده وأكتر هتسمعوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. كلكم عارفين إن أحمد سعد اتجوز أكتر من مرة، بس من ضمن الجوازات الكتيرة دول ما خلفش غير من مراته الأولى لبنى، واللي جاب منها ولي العهد أحمد، وست الحسن جودي. ومراته الأخيرة علياء البسيوني خلف منها بنتين، ويا عالم لسه ناويين يجيبوا عيال تاني ولا لا. وبما إن الاتنين عندهم عيال منه فطبيعي بيحصل مقابلات ما بينهم، وحقيقي اللي بيحصل كل مرة بين علياء ولبنى حاجة تخليك تقول ياه، هو لسه في الزمن ده في ستات بيعملوا كده؟ أصل عندكم لبنى بيومي مراته الأولى دي متربية 50,000 مرة، مفيش في احترامها وأخلاقها العالية. يعني رغم إن علياء البسيوني تعتبر ضرتها، إلا إنها بتحترمها جدا وبتعزها. ولما رجعت لأحمد بعد انفصالهم دخلت كلمتها وباركت لها، وأول ما بتشوفها في مناسبة بتاخدها بالأحضان وبتقعد معاها وبتقول لها طمنيني عليكي وعلى بناتك عاملين ايه. ده غير كمان انها موصيه عيالها جودي واحمد انهم يعاملوا بنات علياء بشكل حلو، وبتقول لهم دول اخواتكم ولازم تكونوا معاهم دايما وتزوروهم، لدرجه انها بعتت بنتها جودي في عيد ميلاد بنت علياء علشان تغني لها مخصوص. وطبعا هي بتعمل كده علشان لسه بتحب احمد وبتحترمه جدا علشان خاطر عيالهم، وما تحسسهمش ان ابوهم وامهم منفصلين وبيقطعوا في بعض ويطلعوهم معقدين. طيب تفتكروا علياء لما بتشوف معاملة لبنى ليها والبنات هتعمل ايه؟ هل شغل ضراير وتغير على جوزها أحمد منها وتخاف ترجع له تاني؟ لا، ما بتعملش كده خالص، بالعكس دي بتفرح جدا وبتتصل على لبنى كتير وبتاخد رأيها في أي حاجة واقفة معاها. ولما جودي وأحمد بيروحوا يزوروا أبوهم في البيت بتفرش لهم الأرض ورد حرفيا، وبتعمل لهم كل الأكل اللي بيحبوه علشان خاطر أمهم لبنى اللي بتعاملها على إنها أختها مش ضرتها. بس خليني أقول لكم يعني إن ممكن علياء تغير شوية على جوزها منها أكيد، وده طبيعي، بس بتحاول ما تبينش خالص الغيرة دي. أما بقى حكاية المقابلة اللي بتحصل ما بينهم كل أسبوع فده بسبب عيالهم، تقريبا بيحبوا يجمعوا العيال في يوم ويقضوا وقت لطيف مع بعض كعيلة وجو أسري هادي. وأما فرحة أحمد سعد باللي بتعمله مراته الأولى لبنى بيومي مع مراته الحالية علياء البسيوني، حرفيا ضحكته بتبقى واصلة لآخر الشارع. ما هو برضه مفيش راجل ما بيفرحش ان مفيش نكد في حياته من مراته. طيب يعني معقول الحياه ما بينهم بامبي كده وما بيحصلش مشاكل خالص ولا اي اختلافات؟ لا اكيد بتحصل وكتير، بس دول بنات اصول ومتربيين كويس، فلما واحده بتختلف مع التانيه الاختلاف بيكون محترم وشيك، مش بيقطعوا في بعض ويقلبوا الدنيا ويطلعوا على السوشيال ميديا وينشروا غسيل لبعض. ايه رايكم انتوا بقى في العلاقه دي؟